في فكرة قاعد تطرح يمكن تكون مفاجئة لبعض الجمهور. في فكرة الآن أنه يمكن كريستيانو رونالدو يلعب مع الهلال في كأس العالم. في فكرة كذا يعني الآن قاعد تم تجديدها، أنه كريستيانو يلعب مع الهلال، والهلال يكون أيضا إضافة له 2 لاعبين من العيار الثقيل، ف3 لعيبة مقابل التشكيلة هذه. طبعا اللعيبة اللي بيجون أغلبهم مدافعين، فعلى الأقل يشيل الفريق، يعني على أساس أنه ربما يكون كريستيانو مكان متروفيتش. طبعا في القانون الجديد أو النظام الجديد أصدر الاتحاد الدولي قبل يومين منع سالفة الكوبري. يعني إذا اللاعب كانت الفكرة في السابق أن كريستيانو رونالدو يجي يلعب مع الهلال لفترة كأس العالم وبعد كذا يرجع لناديه النصر. الآن النظام ما يسمح، يعني إذا انتقل فيكمل على الأقل لين الفترة الشتوية. هذه واحدة من الأفكار اللي قاعد تطرح. طبعا التوجه العام في الهلال، الرأي العام الهلالي ما راح يقبل الفكرة، هذه مشكلة. وعندك مشكلة ثانية أنه أيضا الفريق محتاج لتعاقدات ومحتاج عناصر. وجود اللاعب مع الفريق راح يعطيه أيضا ضوء دولي كبير. حسبة عجيبة، الله يعين الهلال ومسيري الهلال وإدارة الهلال على العبور بهذه المرحلة ما بين تحديات كبيرة والخيارات المطروحة بعضها لا تحظى بقبول جماهيري. هذا طبعا أنت عندك نقطة ثانية، إيش راح يكون موقف الجمهور النصراوي لو تم أو صار هذا الشيء؟ أكيد لو انتقل كريستيانو للهلال راح تكون في صدمة عند جمهور النصر، انه بالذات الجمهور اللي متحمس للاعب. طيب المشكلة الأكبر عندما ينتقل كريستيانو للهلال بيجيك النصراويين يقول لك طيب ومين يعوضنا احنا؟ جيبوا لنا عاد لاعب جديد عالمي يعوض غياب ثقل هذا اللاعب. ويجي الهلاليين يقول لك يا سلام، يعني احنا اخذناه وهم ياخذون واحد قصة عجيبة. خلينا نتابع الأيام الجاية ونشوف ايش راح يصير فيها.